بقول لك ايه، خليك معايا بس كمل معايا لحد اخر الفيديو عشان الفيديو ده هيفيدك جدا جدا. الاهلي في حاله ان هو مش هيقدر يخلص في كوتيسا، تعرفوا هو هيجيب مين؟ هيجيب لاعب الوقره جولسون دالا، لاعب الوقره اللي الزمالك دخل فيه وكان عايزه مجانا، وخالد الغندور فضح نادي الزمالك وهو اللي سرب العنوان ده او الخبر ده، وقال رئيس نادي الوقره رد على نادي الزمالك بان هو لو عايز اللاعب مجانا مش هنديهولك وهنديه لمحمود، ولكن محمود الخطيب لو حب ياخده جونسون هنديهوله مجانا. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من تايم الأهلي على اليوتيوب، ويا رب تكون حلقة مميزة عليكم وتكون حلقة مفرحة لكل الجمهور نادي الأهلي. كمل معايا لحد آخر الفيديو علشان الفيديو دوت ضرب نار، ولو ما ضغطش على اللايك اعمل لايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل اخبار نادي الاهلي من تايم الاهلي. ولو ما عملتش كده يكفيني ان انت قاعد بتتفرج عليا، اقسم بالله ده شرف ليا كبير جدا 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 ان انت قاعد بتتفرج عليا. ولو ما حدش لسه عارفني، في ناس كتيره قوي كتبت لي في تعليقات ان انا بشجع نادي الاهلي من فتره واول مره اشوفك. انا لسه داخل في المجال دوت، بس نقطه صغيره كده حابب ان انا اتكلم مع الناس فيها قبل ما نبدا اي خبر. انا لسه بادئ في الاخبار بتاعت نادي الاهلي من حوالي سنه. انا شغال على اليوتيوب بقالي 3 سنين، والحمد لله ربنا كرمني بدرع اليوتيوب، الدرع الفضي بيكم طبعا بعد دعمكم. فبتكلم على الاهلي، وطبعا انا بحب الاهلي من اول ما اتولدت، وانا اول ما عرفت الكوره هو الاهلي. ف بتكلم من سنه، بس كان لسه صوتي لسه ما اتسمعش. فالحمد لله ان ناس كتير قوي بدات تعرفني، والحمد لله ان بدا ليا جمهور. الحمد لله برضو الصفحه بتاعتي مش قليله، الصفحه بتاعتي حوالي 157 الف مشترك. طبعا كلهم فوق دماغي وكلهم، وشرف ليا ان هم كلهم موجودين عندي. فنقطه صغيره بس كده كنت حابب ان انا اوضحها للناس. بدعمكم ان شاء الله هنفضل في تطور ونجيب اخبار نادي الاهلي، ودايما نبقى موجودين معاكم ان شاء الله في الفتره اللي جايه. الاهلي زي ما احنا قلنا ان هو في حاله ان هو اللاعب السويسري كوتيسا، في حاله ان هو الاهلي مش قادر يخلص او ما عرفش يخلص اللاعب على طول جولوسان دالا اللي هو لاعب الوقره. خلاص الاهلي يعني بنسبه كبيره، اصلا نادي الوقره ما بين الاهلي والوقره يعني في حب كده ما بين النادي ده والنادي ده. طبعا النادي ده اللي احنا ادينا له حمدي فتحي واللي احنا استعرناه منه برضه. فرئيس النادي طبعا مش هيرفض اللاعب عن النادي الاهلي، بس لسه الاهلي لحد دلوقتي ما دخلش في الصفقه. الاهلي لسه ماشي في موضوع كوتيسا. لسه الاخبار كلها والبتاع الاعلام كله بيتكلم على ان صفقه كوتيسا هي افضل صفقه الاهلي دخل فيها في اخر 10 سنين، بعد طبعا اشرف بن شرقي. يعني كافريقي هو ده افضل لاعب. انا اتفرجت له على فيديوهات كتيره جدا جدا على فكره كوتيسا، ولاعب مهاري جدا ولاعب بيعرف في لاعب اسميه مثلا ار2. انت وانت بتلعب بلاي ستيشن كده بتحط ار2 نفس اللي انت بتعمله في البلاي ستيشن هو بيعمله. رجليه كويسه جدا جدا في لعبه الار2 من خارج الملعب ومن جوه ال 18 كمان بيعرف يحطها، وبيعرف يحط تسديدات قويه جدا. وعلى فكره رجله الشمال واليمين شغالين جامدين جدا الاثنين، وفوق ده كله السرعه والمهاره بتاعته جامده. لو انت ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي على فكره انت اللي خسران. لو ما اتفرجتش على كوتيسا انت اللي خسران فعلا. لو اتفرجت عليه هتطلع وهتجيلي هنا في الفيديو وتقول لي لازم الاهلي يتعاقد مع كوتيسا. لاعب ممتاز جدا جدا جدا، ولاعب فوق الروعه بزياده، اللي هو يعني حاجه جامده. فالاهلي لحد دلوقتي لسه متمسك باللاعب، ولكن لو في اي حاجه تانية خدوها مني بقى، انا بقول لكم اهو. لو في اي مشكله تانية الاهلي مش قادر يجيب الصفقه بتاع كوديسا، هيخش في صفقه جولسان لاعب نادي الوقره.
ودي بنسبه لو دخل الاهلي فيه بنسبه 90% او 99% الاهلي هيخلص في اللاعب وهيجيبه، ما عندهمش اي مشكله ان اللاعب ينضم لنادي الاهلي، يعني النادي الوقره. محمد عبد المنعم طبعا اللي مشرف كل الاهلاويه، بيلعب في نياس الفرنسي. في كلام عليه تمام ان هو الاهلي في حاله ان استقرار او تكرر اللي هو بتاع اشرف داري في الاصابات، في الحاله دي محمد عبد المنعم بنسبه كبيره جدا جدا الاهلي يجيبوا الشهر بتاع كاس العالم. دي معلومه عندي على فكره، ومعلومه انا جايبها من مصادر، يعني مصادر داخل نادي الاهلي نفسها. عندي كده كم مصدر في نادي الاهلي، كم شخص نفسه في نادي الاهلي من الاعلاميين فسرب لي المعلومه ديت، فطبعا مش هينفع اقول اسمه، فخدوها مني ان محمد عبد المنعم بنسبه 90% الاهلي في حاله ان هو لو لقى اشرف داري في الحاله بتاعه الاصابات متكرره عنده، في الحاله دي في النقطه دي الاهلي هيتعاقد مع محمد عبد المنعم، بس مش بشكل نهائي، هياخدوا بس شهر اللي هو شهر 6 كاس العالم 2025. واللاعب على فكره مرحب جدا، اللاعب لما حد اتكلم معاه قال ما عنديش اي مشكله، وهيرجع تاني نادي نيس الفرنسي. طبعا هو متالق معاهم كل ما بينزل، يعني كواليتي جامد جدا جدا محمد عبد المنعم، وكان خساره كبيره جدا ان هو يسيب نادي الاهلي، بس طبعا يعني مستقبله الاهلي ما بيقفش قدام حد، فان شاء الله يعني محمد عبد المنعم بنسبه كبيره الاهلي ممكن يجيبه في كاس العالم 2025 اللي جاي. طبعا اتكلمنا من فتره جامده جدا، كان من حوالي الكلام ده من حوالي سنه اتكلمت وقلت نيمار مش هيكمل في نادي الهلال. طلع ناس من السعوديه، طبعا انا احب السعوديين جدا، وشرف ليا ان انا بتكلم على السعوديين عشان انا بحب يعني انديه السعوديه ومنتخب السعوديه كمان. فطلع حد من محبين نادي الهلال وقال ان بطل كلام، بطل بتقول اي حاجه وخلاص والكلام ده كله. واللي انا قلته، انا لو عرفت اجيب لكم الفيديو ده والله اعرضه لكم، بس للاسف مش هعرف اجيبه عشان يعني كل اللي انا بعمله بخزنه على طول، فمش موجود عندي متاح دلوقتي. فقلت اللي انا اقوله لكم ده، اقسم بالله اللي انا قلته ان خلاص نيمار بنسبه كبيره جدا 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 خارج نادي الهلال. لو مش في الوقت الحالي كان الكلام ده من الصيف او التعاقدات بتاع الشتويه السنه اللي فاتت، وكانت التعاقدات مفتوحه بقى. فقلت بنسبه كبيره جدا 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 نيمار مش هيكمل مع نادي الهلال، ولو ما مشيش في الوقت الحالي ده هيمشي بعد كده، ممكن يروح للنادي بتاعه اللي هو بدأ فيه، او انه طبعا في البرازيل، او هيروح اي نادي تاني يلعب فيه يعني وكده. فنيمار خلاص رحل من نادي الهلال وراح فريق من اللي هو بدأ اول مشواره فيه مع في نادي من البرازيل. وطبعا على فكره نيمار مش كبير، نيمار لسه تم من حوالي يومين ثلاثه ال 33 سنه. في لعيبه لحد دلوقتي اكبر منه في نادي الاهلي بيلعبوا. فنيمار كانت يعني هو مشكلته بس الاصابات واللي بيحصل معاه في الفتره اللي فاتت، حوار الاصابات المتكرره ده هو اللي بعده عن الملاعب. ولكن سنه يعني بدايه تألقه 33 سنه، ده يعني ممكن يدي حوالي 6-7 سنين تاني قدام لحد 38 او 39 او 40 سنه زي كريستيانو. لو في الفورمه بتاعته هيلعب في الوقت ده، بس ممكن نيمار ممكن يبقى اخره سنه او سنتين بالكتير قوي ويرحل على ويبطل كوره خالص يعني. معنا طبعا خبر حلو لمرموش رغم رحيله عن الفريق بتاعه الالماني.
طبعا خد جايزه افضل لاعب في الشهر في المانيا، وهو بيلعب حاليا دلوقتي في السيتي. فطبعا دي كانت حاجه كويسه جدا برضو لمرموش، ان هو آه، يعني كان نجم لحد ما هو مشي، كان نجم في فريقه برضه، وحاجه برضه تفرحنا جدا جدا. عصام مرعي لاعب الزمالك السابق بيقول لشيكابالا: حافظ على تاريخك واعتزل في اقرب فرصه. يعني قرار مهم ده. طبعا جروس قال لشيكابالا ان هو مش عايزه يعتزل وعايزه يكمل، ولكن الاعلاميين والزملكاويه نفسهم عايزين شيكابالا يعتزل. ودي طبعا مؤامره معموله على شيكابالا. طبعا الاسطوره بتاعهم بتاع نادي الزمالك، فهم هم بقى يعني مش عايزينه يكمل اكتر من كده، و... واللي يعني خلاص بنسبه كبيره ان ممكن شيكابالا اصلا اخره الموسم دوت وينهي ينهي مشواره يعني في الكوره وكده. رسميا الكاف يعلن قائمه قرعه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الخميس، هيبقى يوم 20 فبراير الساعه 5 مساء في الدوحه. ان شاء الله الاهلي يقع مع فريق كويس، وان شاء الله الاهلي يعدي من المرحله اللي جايه في دوري ابطال افريقيا، عشان خلاص لازم ناخد بطوله افريقيا ديت عشان نسكت اي حد بعد كده بيتكلم على نادي الاهلي. انا كده خلصت الحلقه بتاعت النهارده. لو لسه مكمل معايا لحد اخر الفيديو وما ضغطش على اللايك، اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس. ولو ما عملتش كل دوت يكفيني ان انت قاعد لحد دلوقتي بتتفرج عليا، وشرف ليا. ان شاء الله انتظرونا في حلقه الجايه. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.